مساء الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. لو بيعجبكم فيديوهاتي اعملوا لايك وشير واعجاب بالقناة. هنتكلم النهاردة عن عيد الحب، سبب تسميته، عيد الحب نفسه، وطقوس يوم عيد الحب. هنتكلم عن سبب تسمية عيد الحب ونعرف ان ليها اكتر من سبب. ترجع تسمية عيد الحب بهذا الاسم للقس الروماني فالنتين اللي أرسل للسجن ثم ساعد فتاة عمياء في استعادة بصرها وهي وقعت في حب. وبتقول رواية أخرى إنه وقع في حب ابنة سجانه ثم أرسل لها رسالة كتب فيها: من حبيبك فالنتين. نشوف السبب الثاني. تعود تسمية عيد الحب لهذا الاسم لتكريم 3 قديسين مسيحيين لقبوا بهذا الاسم. الأول كان كاهن في رومانيا، والثاني كان كاهن في تيرني، والثالث كان قديس فالنتين. وقد قيل إن بأن القديسين الثلاثة قتلوا في ذات تاريخ اليوم اللي هو 14 شباط. يعتقد معظم العلماء إن فالنتين كان كاهن اجتذب استياء الإمبراطور الروماني، حيث تشير الأسطورة إن الملك منع زواج الجنود لاعتقاده بأن العزاب يكونوا جنودا أفضل وما يتجوزوش. كان فالنتين بقى يؤدي طقوس الزواج بالسر، ولكن تم القبض عليه في نهاية المطاف. ده سبب التسمية. عيد الحب بقى، عيد الحب يعرف باسم فالنتين نفسه، ويتم الاحتفال به من زي ما قلت لكم في 14 من شباط، وبيحتفلوا به منذ القرن 14. وكان في مهرجان بيعملوا فيه المناسبة دي اسمه لوبراكليا الروماني اللي كان في منتصف شباط، ويحتفل به بسبب قدوم الربيع. ويتضمن الاحتفال تقدير الخصوبة بين النساء والرجال. ثم تم تبديل هذا الاحتفال باسم عيد الحب. طقوس بقى عيد الحب هي ايه؟ يمتاز عيد الفالنتين قديما يعني بكونه انه يمتلك العديد من الطقوس، ومنها بقى ايه؟ يتم الاحتفال المبكر بهذا العيد على شرف فالنتين في وقت قريب من مهرجان وثني روماني قديم، تمام، والذي يقوم على اختيار الرجال لاسم فتاة من صندوق، والفتاة اللي يقع عليها الاختيار تقوم بالاحتفال معه بهذا العيد. ويترتب على هؤلاء النساء والرجال أن يختاروا الإلهام من حياة القديسين. نشوف بقى. امتاز يوم عيد الحب منذ العصور الوسطى بكونه عيد مقدس ومعروف باليوم الخاص للعشاق، حيث يتم إرسال بطاقات معايدة وحب للأحبة في هذا اليوم الذي نشأ من الاعتقاد القائل بأن الطيور تبدأ في اختيار رفيقها في هذا اليوم. يبقى هم كانوا معتقدين أو في دماغهم يعني إن الطيور تبدأ في اختيار رفيقها في هذا اليوم. ظهرت هذه الرسائل الرسمية والبطاقات المطبوعة تجاريا بحلول أواخر 1700 ميلاديا. أما حديثا فأصبحت طقوس عيد الحب عديدة جدا. يتم تقديم الهدايا التقليدية زي الورد، بالذات الورد الأحمر، دباديب، بطاقات معايدة، هدايا على حسب الشخص ونوعه، على حسب تفكيره سواء رجال أو نساء. ودي تسمية عيد الحب أو أصل تسمية عيد الحب، طقوسه ويرجع لإيه وحكايته كانت إيه. أعتقد إن إحنا ما ينفعش إن إحنا أصلا نحتفل بيه، ولو احتفلنا إحنا المفروض نحتفل بإننا بنحب الدنيا، بنحب الحياة، وإن ربنا جميل منور لنا دنيتنا ومنور لنا حياتنا، وإن الحب هو احتفال يومي وليس يوما واحدا في العام كله. فإحنا مش كل حاجة ننجرف وراها ونعملها ونقلد الناس اللي مش فاهمة. أنا حبيت أديكم نبذة بسيطة عن عيد الحب وعن تسميته وعن طقوسه، وأصلا هو عبارة عن إيه عيد الحب ده. فالمفروض إحنا ما نحتفلش بيه، المفروض إن إحنا نحتفل بحبنا لبعض كل يوم وكل لحظة. وأظن مفيش أحسن من إننا نحب الناس ونحب نفسنا، وقبل ده كله نحب اللي خلقنا، عشان هو اللي بيمدنا بالحب والعطاء المستمر في قلوبنا. أتمنى يكون الموضوع عجبكم وتكون مواضيعي هادفة وزي ما انتوا عارفين، وبس كده.